في مثل شعبي عندنا في مصر بيقول: أبوها راضي وأنا راضي، مالك انت ومالنا يا قاضي. تعالوا نعرف مع بعض ايه قصة المثل. القاضي في المثل الشعبي ده قاضي تاني خالص ملوش علاقة بحكمة المحكمة. قصة المثل بدأت بخلاف بين الموسيقار زكريا أحمد والشاعر يونس القاضي مؤلف نشيد بلادي بسبب عقد مع شركة اسطوانات، والخلاف اتطور لقطيعة بينهم لدرجة ان زكريا بعت للقاضي رسالة كتب فيها: وقد حلفت يمينا عظيما ألا أكلمك أبدا. فكتب القاضي أغنية قال ايه حلف ما يكلمنيش، ده بس كلام والفعل مفيش. وانتشرت الأغنية ورددها الناس في كل مكان، وتحولت لمثل شعبي بيقول: كلام والفعل مفيش. وفي خناقة تانية، صديق لزكريا أحمد اتقدم لخطبة بنت، وبعد الموافقة اتفاجئ